من فترة كده حصل مشكلة للمعالج بتاع الجهاز الأساسي بتاع القناة والبيدج اللي عليه كل الشغل بتاعي. كانت حاجة رخمة شويتين كده ومضايقاني بصراحة في الأداء، فكنت لازم أوديه الضمان، وكنت عمال أفكر كتير قبل الخطوة دي لأنها عطل نفسي، وأنا عارف بقى الضمان باله طويل وهيقولك استنى 20 يوم ونكشف ونشوف وكل القصص اللي انتوا عارفينها دي. قلت هفضل شغال بيه على عيبه وخلاص، وأنا مش فاضي بقى لقصص الضمان الفترة دي، لغاية لما من كام يوم كنت داخل عملية زي ما انتوا عارفين، وقلت كده كده الجهاز هيبقى مش شغال. وكمان الفترة دي كان معايا مراجعات كتيرة وكل شوية افك الكيسة 100 حتة، وكانت بالصدفة وقتها مفكوكة، فقلت بس هي جت من عند ربنا يا معلم. انا داخل عملية وهقعد لي اسبوع 10 ايام اقل واجب، زائد ان الجهاز كده كده متفكك، فدي فرصة اوديه الضمان وانا ورزقي على الله زي ما يقعد بقى. البروسيسور بتاعي موديله اي 7 14700 كي، وده كنت جايبه من بره، او كنت واخده تقريبا من واحد كان شاريه من بره، ومفيش ولا اوراق ولا فواتير ولا اي حاجة. بعت الانتل على الموقع الرسمي بتاعهم وقلت لهم ان في مشكلة كذا كذا في البروسيسور بتاعي وان انا عايز استبدله، فردوا عليا بعديها مفيش ساعتين تقريبا وقالوا لي تمام، وقعدوا يسالوني اسئله كده روتينيه اللي هي نوع البورده بتاعتك ايه، شغال على بايوس ايه، والرامات بتاعتك ايه، الباور ايه، وشويه كلام من ده. فالمهم جاوبت على كل الاسئله، قالوا لي تمام هنراجع مع حضرتك خلال من 3 ل 5 ايام عمل. الكلام ده كله كان يوم جمعه، يوم 23 بالظبط على ما اتذكر، والاجانب طبعا الاجازه بتاعتهم سبت وحد، يعني انا كده بكلمهم في اخر يوم في الاسبوع خالص. المهم بعد ما قالوا لي استنى وهنرد عليك خلال من 3 ل 5 ايام، لقيتهم يوم الاثنين على طول بيردوا عليا، اللي هو يعتبر تاني يوم مباشره لو مش هنحسب الاجازات. قالوا لي عايزين صوره الفاتوره لو سمحت، فقلت لهم انا مش معايا فاتوره يا جماعه، انا كنت شاريه من حد والحد ده ما ادانيش فاتوره، وكده كده الكرتونه عليها السيريال وانا محتفظ بالكرتونه وسليمه وما فيهاش اي مشكله. راح قالوا لي تمام جدا، طيب نستأذن حضرتك تبعت لنا البيانات بتاعتك عشان الشحن. فانا بصراحه يعني عارف ان الشحن الدولي بيبقى مكلف شويتين، فاتلككت بقى انا كده كده بص، ولا عايز ابعته وهشتغل بيه على عيبه. فقلت لهم يا جماعه طيب نظام الشحن يبقى ايه، لان انا مش مستعد ادفع اي تكاليف، دي حاجه في الضمان والمفروض ان انتوا تشيلوها، وانا بستهبل يعني، هو مش مفروض يشيلوها ولا حاجه. بس المهم لما بعت لهم الرساله دي ردوا وقالوا ان يا فندم مفيش اي تكاليف حضرتك هتدفعها، واحنا كمان اللي هنعمل اوردر الشحن من خلالنا. عايز اقول لك انا بصيت كده اللي هو نعم. المهم حسيت بتفاؤل بصراحه، فبعت لهم بيانات الشحن بتاعتي ورقم التليفون وكل التفاصيل دي، ومفيش 3 ايام لقيت شركه DHL بتكلمني وبتقول لي حضرتك في شحنه دولي عندك هنيجي نستلمها منك، وبعتوا لي كده ستيكر بطبعه وبلزقه على الكرتونه فيه شويه بيانات وعناوين وارقام كده. عملت كل ده وغلفت الكرتونه كويس، وشركه DHL جات لي تحت البيت وخدت البروسيسور مني. لقيته مفيش يعني، عدى يوم والتاني بالظبط لقيتهم بيقولوا لي ان هم استلموا البروسيسور، وانه خلال من 5 ل 7 ايام عمل هيتم الفحص وان هم هيتابعوني. مفيش ما عداش تقريبا 3 ايام على بعض ولقيت الشركه شحنالي بروسيسور تاني وبعتالي التراك نمبر بتاعه على شركه DHL، وبتقول لي انه تم شحن وحده جديده وان انت تتابع معاهم على الرقم ده. برضو كذلك عايز اقول لك يعني الشحن المحلي عندنا جوه مصر ساعات بيقعد وقت اطول من كده. الحاجه دي تقريبا اتشحنت من هولندا اعتقد، كان مكتوب في البوليصه، قعدت يومين بس. فانت مدرك تاني يوم بالظبط لقيت شركه DHL جايه تحت البيت وبتكلمني وبتقول لي معانا طرد ليك يا فندم. طبعا نزلت لهم السبت لان انا عامل عمليه وما بنزلش دلوقتي خالص، شلت ال 14700 كيف ثبت يا معلم. عقبالك انت بس تجيبه وتشيله في اي حاجه، المهم تجيبه خلاص. خلي بالك بس يعني كلامي ده بغض النظر عن الشركات والمقاطعه ووجهه نظرنا اللي انتوا عارفينها والموقف اللي احنا متبنيينه من اول القضيه. انا بحكي هنا تجربه مجرده لغرض الاستفادة، يعني تجربة بعيدة عن أي شركة وبعيدة عن أي مسميات، بس بوضح تعامل شركة ما في موقف معين اللي هو حقك كمستخدم. وعايز اقول لكم اهو كمان البروسيسور يعني انا والله ما فتحتوش حتى، بص لسه بالسيلد بتاعه. انا ما قلت اعمل لكم الفيديو ده وراجع معاكم الدنيا الاول وبعدين نبقى افتحه بقى، ما حبيتش افتحه قبل ما اتكلم في الفيديو ده. عايز اقولك بقى اغلب الوكلاء المحليين في مصر بدون ذكر اسامي يعني عشان ما حدش يزعل مننا، بس كل واحد عارف هو بيعمل ايه مع العملاء بتاعته وبيهتم ازاي بالبراند بتاعه. تعاملهم بصراحة يعني منتهى قلة الذوق والتعسيف، وبص طلبات خرافية وروح هات لي فاتورة. طب ما حضرتك الباكج اهي عليها سيريال، السيريال ده انت بتضربه عندك بتشوف هل ده فعلا المنتج تبعك ولا تبع وكيل تاني ولا تبع مين. فانت ليه تجبرني بفاتوره ممكن اقطعها لما اطلع من المحل؟ الفاتوره دي ما فايدتها الا اول 14 يوم او 30 يوم من المحل اللي هو ضمان الاستبدال بس، يعني المحل هو اللي يسالني فيها لو رجعت له، لكن انت كوكيل العلبه دي يا فندم هي دي الضمان بتاعي.
زي ما انتل عملت معايا، وهي ما عملتش يعني الموضوع عجيب لان انا مصري اول مره اشوف التعامل ده في ضمان، بس هي الطبيعي كده، يعني اللي هم عملوه ده الطبيعي. انا جاي لك بالعلبه والباكج سليم والمنتج بتاعك واوريدي في فتره الضمان، يعني ده ضمانه كده ساري لغايه 2028. هم فعلوا لي على فكره ضمان جديد، فخلاص المنتج بتاعك عاملني بقى باحترام يا سيدي، حتى ما تدفعليش شحن زي ما الناس دي عملت، ولا ترجع لي الحاجه بسرعه. وده اسبوع، انت مدرك اسبوع او تقريبا 9 ايام بالظبط الرحله بتاعتي مع البروسيسور. انت هنا بتقول لي استنى 14 يوم هنفحص و21 يوم ومركز صيانه، وبتدخلني في حوارات وتخصيم ومش تخصيم، وبص ليله كبيره قوي. فعشان ربنا بس يبارك لكم في رزقكم وتبقوا تشتغلوا شغلكم حلال، لان فعلا اللي انتوا بتعملوه في المستهلك ده حرام. انا اعرف ناس لسه شاري تجميعات فلاج شيب معديه 80 و90 الف جنيه، والضمان مرضيش يستلم منهم حاجه في الوكيل عشان ما معهمش فاتوره. فانت مدرك العبث. فياريت نشوف الشركات المحترمه بتتعامل ازاي مع العميل ونتعلم منها، لان الاحترام والتقدير لنفسكم قبل ما يبقى للعميل هو ده السر اللي هيخليكم تستمروا في السوق وتكسبوا اكتر واكتر. ويا رب كل الناس اللي بتتفرج عليا تجيب معالج زي ده واحسن منه كمان بكتير، وتعملوا احسن سيت اب في الدنيا. ربنا يرزقكم كل الخير يا رب، وانبسطت ان انا راجع بفيديو بسيط كده. اشوفكم على خير ان شاء الله. مع السلامه.